بسم الله والحمد لله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ريت ما ننساش نذكر الله في التعليقات وكمان نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ قصتنا. ايه يا عم، هنقفل السنة زي كل سنة ولا هتركن على الرف؟ ايه يا عم، اركن على الرف ايه؟ مالكش انت دعوة بيا. ماشي يا عم سمير يا دحيح، من يوم ما دخلت كلية تجارة وانت اتغيرت خالص. كنت في الثانوية العامة مقضيها انتخة، لكن من اول لما دخلت الكلية وانت بقيت ما شاء الله ماشي في وشك زي القطر. اصلا انا بصراحة يا سامي يا اخويا ما خبيش عليك، مقرر ان انا لازم ادخل في مجال البنوك ده وانا فاتح صدري. يعني اول لما اتخرج من هنا اتعين في البنك، وانا سألت بقى وقالوا لي هات بس جيد، وانا الحمد لله كل سنة بجيب جيد جدا، يعني معلي كمان على التقدير اللي هم طالبينه. والله يا سمير اخويا انت طيب قوي. ومين قالك بقى يا حبيبي ان هم اصلا بيبصوا للتقدير؟ يا ابني ده بيبصوا لاشياء اخرى، التقدير ده اخر حاجة ممكن يبصوا لها. اشياء اخرى ازاي؟ انا سألت واتأكدت. وانت سألت بقى مين ان شاء الله وخلاك متأكد كده؟ سألت يعني واحد كده، كنت داخل البنك اشوف القرض بتاع بابا اللي كان عاملهولي من 3 شهور، وهو قال لي طالما تقديرك كويس كل سنة اضمن لك ان انت هتتعين هنا بسهولة. مش بقولك انت دمك خفيف قوي يا اخويا ومش واخد بالك البلد دي ماشية ازاي؟ يا حبيبي ما هو طبيعي يقولك كده، امال يعني هيقولك كلمة تتاخد عليه؟ لكن طبعا ما فيش حد بيتعين هنا من غير واسطة، لازم واسطة وواسطة جامدة كمان، وتدفع مبلغ محترم. حاجات كده كتير لازم تتعمل. موضوع اول ما تتخرج ده تشتغل في بنك فيه شوية كلام. انت بتتكلم بجد يا سامي؟ يعني انا مع كل المجهود اللي انا بعمله ده في الاخر مش هشتغل؟ يا عم المشكلة مش في البنك، المشكلة ان انت تبدأ، انما موضوع في الاخر ده ربنا قال ولكل مجتهد نصيبا، على قد جهدك ومجهودك وكفاحك ربنا هيكافئك. اما موضوع الاول ده اشك فيه، ويا ريت بقى يعني يا سمير اي حاجة كده ما تتعشمش فيها قوي عشان لما متجيش انت ما تتعبش. بس ده حلم يا سامي، حلم زي برضو ما انت حلمك ان انت كنت تشتغل في الخارجية. ايوه، انا حلمي ان انا اشتغل في الخارجية، دي حاجة كده بتمناها، لكن لو ما جاتش مش هوقف حياتي عليها، هشتغل شغلانة واتنين وتلاتة لحد بقى لما ربنا يكرم. انما ان انا افضل ماسك في حاجة معينة هو ده اللي ما ينفعش خالص. طب يا اخويا انت احبطتني وخلاص، بالعكس انا قلت لك الكلام ده عشان تبقى مجهز نفسك لكل النتائج، وعموما ربنا يكرم وتلاقي اي وظيفة. وعامة البنوك دايما بتحتاج موظفين، بس على العموم انا قلت لك كده عشان تاخد الامور بصدر رحب اكتر لو ربنا ما قررش ان انت تشتغل في بنك. طب يا اخويا روح بقى شوف مذاكرتك انت كمان، انا خلاص في اخر سنة، الدور والباقي عليك انت يا اللي لسه في سنة تانية، ويلا عشان عايزة اكمل مذاكرتي. خرج سامي من اوضة اخوه، لكن ساعتها سمير فضل يفكر قوي في كلام سامي، اللي هو يعني هو انا لو فعلا ما طلتش حلمي انا هعمل ايه؟ وحس بشوية احباط. فعلا بتمر الايام وبيتخرج سمير وبيحاول انه يشوف وظيفة في البنك زي ما كان عايز، لكن ما بتجيش. وقتها ابوه قعد معاه وقال له انا عارف ان انت متضايق من ان الوظيفة اللي بتحلم بيها ما جاتلكش، بس صدقني يا ابني دي مش نهاية العالم. اشتغل اي حاجة تانية وتالتة ورابعة وخمسة وعادي. انا اتبهدلت برضو في بداية حياتي قوي، لحد دلوقتي ما بقيت وكيل وزارة في مصلحة محترمة، لكن طبعا انا مش عايزة اقولك انا شفت ايه من قبل كده، شفت حاجات صعبة قوي يا ابني. خلاص يا بابا انا قررت ان انا اشوف اي شغل تاني لحد لما حلمي يقرب. طيب انا هقولك على حاجة، ايه رأيك جنب الشغل اللي انت بتدور عليه ده تنمي نفسك بالكورسات؟ يعني خد كورسات تنمية بشرية، خد كورسات لغات، خد كورسات كمبيوتر وبرمجة، يعني طور نفسك، اشغل نفسك طول الوقت بحيث لو جاتلك الفرصة المناسبة تبقى جاهز. عندك حق يا بابا، خلاص انا من بكرة ان شاء الله هبتدي ادور بقى على شغل. بينزل سمير وبيدور على شغل، لكن كان كل الشغل عبارة عن انه يقف يبيع في محل او ان هو يشتغل في ماركت، وكان احسن الحاجات دي عبارة عن مندوب مبيعات، ياخد البضاعة كل يوم من المصنع ويلف بيها كعب داير على البيوت. وهو عمل كده، قال ايه يعني احسن من قعدتي؟ ساعتها دخل شركة الحاج مصطفى طاهر، واللي ساعتها قاله بص بقى يا عم سمير،
انا عندي هنا في المخازن بضاعة كتير قوي. انا هقولك على الاسعار الاصلية ليها، وانت طبعا يعني تقول للزبون اسعار اعلى شوية، بس انا هحاسبك على السعر اللي انا مديك بيه. ماليش دعوة طلع لك زيادة ايه، اللي فوق الفلوس ده حلال عليك. يعني ايه يا حاجة مصطفى؟ يعني مثلا لو البضاعة تبقى ب100 وانا بعتها ب300، مش هتسألني على الفرق؟ لا، ما هو مش هيبقى الفرق الجامد ده. الناس كلها عارفة ان مثلا البلوزة دي بتمن كذا، او القميص ده بتمن كذا، فيعني انت ممكن يطلع لك اكرامية من كل بيعة حوالي 50-60 جنيه. ويعني لو بعت اكتر انت ممكن تروح ب1000 جنيه. 1000 جنيه حتة واحدة معقولة؟ اه طبعا، واكتر من كده كمان. اوقات المواسم الناس اللي شغالة معانا هنا بتعمل مبالغ اكتر من كده بكتير. وكمان بقى يلا شد حيلك يا بطل ووريني همتك. وعلى فكرة انا برضو عندي هنا في المخازن شامبوهات وكريمات، وعبي وشيل اللي تقدر تشيله، وهيكون كمان معاك حازم، مش هتكون لوحدك. تمام يا حاج مصطفى. اخذ سمير مجموعة من الملابس الداخلية والخارجية، وكمان مجموعة من الشامبوهات والكريمات، واخد شنطته وابتدى بقى يلف. اول عمارة دخلها خبط على اول شقة، ولسه هيتكلم لقى واحدة بتعيط جامد وبتقوله: شفت يا اخويا اللي جرالي؟ الراجل الواطي الناقص قال ايه يتجوز عليا انا بالذمة حد يتجوز عليا؟ ليه؟ ده انا حتى الله اكبر مفيش في جمالي 2. انا معايا كريمات وشامبوهات حلوة قوي لحضرتك، وكمان معايا عبايات وبيجامات هتناسبك قوي. جرى ايه يا راجل انت؟ بقولك الراجل اتجوز عليا، هاخد انا الشامبوهات والكريمات دي اعمل بيها ايه؟ وبعدين برضو ما قلتليش ايه رأيك. رأيي في ايه يا فندم؟ رأيك فيا يا اخويا؟ يعني هيكون رأيك في ايه؟ انا بالذمة الست اللي قدامك دي واحدة جوزها هيتجوز عليها؟ وقتها سمير كان واقف ومصدوم جدا، اللي هو بداية القصيدة ايه بالظبط، وفضل ساكت وما اتكلمش، خصوصا ان الست كانت قدامه دي كانت ست كده مفشكلة في نفسها، ويعني ولا شكل ولا منظر. المهم كانت هدومها مبهدلة وحالتها كرب، وهي ساعتها علي صوتها وقالت: جرى ايه يا راجل؟ ما تنطق ولا لسانك كلته القطة؟ اسمع لما اقولك، لو قلتلي كلمتين حلوين انا هشتري منك كتير قوي، انما بقى لو ما قلتش انا صاحبة العمارة دي كلها وهطردك منها ومش هخليك تبيع فيها حتى بجنيه. وعلى ايه يا ستي؟ جوزك ده ما بيفهمش حاجة، وانتي ست مفيش منك 2. بقى معقولة انتي تتخني؟ ده كده راجل اعمى. يا متولي، انت يا زفت التين يا اللي اسمك متولي، تعالى اسمع الكلام، تعالى شوف الناس اللي بتفهم قالت ايه. جه الراجل من وراها، لكن كان سادد الرؤية على الاخر، حاجة كده عاملة زي الرجل الاخضر. وقتها سمير كان واقف قدامه وهو مش عارف ينطق حرفيا، وقال وهو بيبلع ريقه: مين حضرتك؟ يا جدع انت، ما هو ده اللي انت قلت عليه ان هو اعمى وما بيفهمش. ازاي بقى يبقى معاه واحدة زيه ويبص بره؟ انت مش لسه قايل كده؟ متولي ساعتها اللي كان بيتكلم بصوت عالي وغضبان جدا: انت قلت كده يا جدع انت؟ ده انا اخرب بيتك. سمير ساعتها ركبه خبطت في بعضها: انا يتقطع لساني يا راجل، دي ست عايزه تتخان من الصبح، ده انت ليك الجنه ان انت اتجوزت عليها، انا برضه اقول عليك كده يا استاذ متولي. ساعتها الست بصت لسمير بغضب وبعيون حمرا، وندهت بقى صوتها على بناتها وقالت: يا لوزة، يا موزة، يا واد يا مرعي، تعالى يا واد يا اشرف، تعالوا لي هنا. اتفاجئ سمير ان هو محاط ب4 من الحوائط البشريه. وساعتها الست قالت بغضب: اسمعوا بقى لما اقولكم، خلة السنان اللي واقف قدامكم ده شتم امكم، تخيلوا. نعم، عمل ايه؟ جرى ايه يا استاذ متولي؟ انا لسه بشكر فيك. هو انت مربي بودي جاردات هنا في البيت ولا ايه؟ هم دول هيتذبحوا على العيد؟ لا يا اخويا يا خفيف، احنا هنعرفك بقى ازاي تشتم وتغلط. مسكوا ال4 عيال وامهم سمير يا عيني، وعينك ما تشوف الا النور. بعد حوالي ربع ساعة قام سمير وهو بياخد شنطته وبيقول: حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم، وكمان فيك انت كمان يا متولي. وانا مالي بقى يا استاذ؟ مش انت لسانك جابلك الكافية؟ وعلى رأي المثل لسانك حصانك. خلاص يا اخويا، ما بقاش في حصان، ده بقى حمار، وشدد عربية كره كمان. نزل سمير من العمارة ولقى حازم مستنيه على بابها. اول لما شافه بالمنظر ده هلك على نفسه من الضحك، وقال له بسخرية: معقولة؟ ده انت شكلك بعت بيع. اه يا اخويا، شفت البيعة؟ هو في بيع اكتر من كده؟ طب اهدى بس كده وصلي على النبي، تعالى نشرب لنا 2 عصير قصب واحكي لي على اللي حصل. عند محل عصير القصب كان واقف حازم هو وسمير. بعد ما سمير حكى لحازم على اللي حصل، طبعا حازم فضل يضحك جامد. وساعتها سمير قال له: ايه يا عم، في ايه؟ انت بتضحك قوي كده ليه؟ هو انا بقول لك نكته؟
بقولك العيال كانت ايديهم تقيله قوي، اكيد دول مش بياكلوا زينا، دول بياكلوا زي التيران. تستاهل. يعني واحده خارجالك شكلها مخنوقه من جوزها وانت تقول لها معايا برفانات وكريمات وشامبوهات؟ طب حط نفسك مكانها. لا يا اخويا، انا ما احطش نفسي مكان حد ولا هحط نفسي مكان تاني. انا هروح ادي للحاج مصطفى الحاجه بتاعته واقول له شكرا، الشغلانه دي مش بتاعتي ومش جايه معايا سكه. طب اهدى بس كده وصلي على النبي. وبعدين انا شايف ان الاصابات مش خطيره، يعني هم بنيتين كده، وواضح ان في شلوتين كمان محترمين لكن يعدوا. زي ما قلت لك انت غلطان لما لقيتها بتقولك كده. ده فشر بقى، معقوله حد يبقى معاه القمر ده ويبص بره برضه؟ لا يا اخويا انا ما اكدبش، الولايه كانت شبه التريلا ام دورين، وانا اجي اقول لها كده؟ الكداب بيروح النار يا عم. طيب يا اخويا خليك انت في الجنه، والمهم تعالى بقى ندخل العماره دي، انا متفائل منها. ولو لقيت اي حاجه زي اللي انت شفتها في العماره اللي فاتت ابقى قول سلام عليكم وامشوا. لا لا لا، انا مش هروح، كفايه يا عم بهدله لحد كده، الشغلانه دي مش بتاعتي. بس تعالى 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 نروح نشوف العماره دي. فعلا سمير راح هو وحازم العماره اللي شاور له عليها، وطلع سمير على اول شقه قابلته، وقبل لما يدخل قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث على الباب. وقتها خرج عليه واحد وقال له بغضب الله يخرب بيوتكم، قرفتونا في عيشتنا، الحمام مش هنا يا حبيبي. حمام ايه يا فندم؟ انا مش جاي عشان الحمام، انا جاي عشان حضرتك. نعم يا اخويا جاي عشان حضرتي، جاي عشان حضرتي تهبب بيا ايه؟ لا لا يا فندم، انا مش قصدي اللي حضرتك فهمته خالص، اكيد يعني انا مش هعمل حمام هنا قدام حضرتك. ساعتها الراجل مسكه بحده من قفاه وراح قال له انت شكلك كده لاقي عمرك على الرصيف، امشي يا جدع انت من هنا. صحيح جاتكوني لو انتوا مليتوا البلد. وقتها كان في خبطتين في الراس توجع، مستحملش سمير اللي حصل له تاني مره، وخد بعضه ورجع على الحاج مصطفى واداله البضاعه بتاعته. فضل قاعد في البيت حوالي اسبوع لحد لما ابوه كان قاعد مع الحاج مرزوق محصل الكهرباء بتاع الشارع. وقتها الحاج مرزوق قال له هم قاعدين على القهوه، طب ايه رايك؟ انا تعبان قوي اليومين دول، وبصراحه شغل التحصيل ده بيتعبني قوي، بفضل طول النهار رايح جاي وطالع نازل، يعني بقت حاجه صعبه. انا كنت بفكر ان انا اجيب واحد يحصل الكهرباء مكاني. ايوه وانت هجيب مين يحصل الكهرباء مكانك؟ هو ينفع اصلا كده؟ اه عادي ينفع. هو يعني مين هيبلغ عني الكلام ده؟ لو حد من اهل المنطقه راح بلغ عني. ايه رايك لما انت بتقول من شويه ان ابنك قاعد في البيت، ومن بعد ما ساب شغل المندوب المبيعات ده وهو قاعد؟ طيب وهو هيستفيد ايه بقى؟ يا سيدي هديله في كله طلعه 200 جنيه، حلو قوي كده، بس على شرط يوزع لي على الاقل في كل مره نص الوصولات اللي معاه ويحصل لي فلوسهم. طيب يا مرزوق لما نشوف الموضوع ده. روح عماد اليوم ده واتكلم مع ابنه، وبعدها سمير قال له يا بابا حرام عليك، يعني انا طالع من الكليه بتاعتي بتقدير عام جيد جدا، معقول اشتغل صبي محصل الكهرباء؟ وقتها ردت منال امه وقالت صحيح يا عماد، اخرتها اولا انا عمري ما سمعت عن الشغلانه دي، بعدين مرزوق الجلده ده اللي بيطلع القرش من جيبه بقرار جمهوري هيديله 200 جنيه. لا يا منال، الراجل اتفق معايا، وبعدين خلاص هو ابنك كده كده ما بيحبش قاعده في البيت، خلاص بقى احنا نشتغل اي شغلانه لحد لما ربنا يكرم. عندك حق يا بابا، انا ما ينفعش اقعد في البيت اكتر من كده. ده فعلا سمير ينزل الشغل بتاع محصل الكهرباء ده، قعد شويه على القهوه بعد ما شرب الشاي ووزع الوصولات على المحلات، وكده ابتدى بقى يطلع البيوت. اول شقه طلعها خبط على الجرس، وقتها فتحت له عيله صغيره وقالت له وهي حاطه ايديها في وسطها خير. نعم. خش يا حبيبتي ناديلي بابا من جوه. وانا ناديلك بابا ليه؟ انت مين عشان اناديلك بابا؟ يلا يا سكر، يلا حبيبي روح ناديلي بابا من جوه، قولي له عايزين فلوس وصل الكهرباء. السكر ده تحطه على الشاي يا اخويا، وبعدين احنا ما بنفتحش لمبه عشان تقولي وصل كهرباء، ويلا امشي بقى من هنا. قفلت ساعتها البنت في وش سمير. ساعتها سمير رن الجرس تاني. في الوقت ده فتحت واحده ست وشكلها كده ام البنت اللي كلمته. اول لما شافته بصت له من فوق لتحت وقالت له خير، يا رب يومكوا ده يعدي على خير. في ايه؟ ده الراجل جوه جات له جلطه من فاتوره الميه. انت يا اخويا بقى فاتوره ايه؟ انا اول مره اشوفك هنا. يا ستي انا جايب وصل النور. هو انتوا ما عندكوش دم يا اخي؟ الدم اتوزع على الكره الارضيه وانتوا نسيتوا تاخدوا نصيبكم. بقول لك الراجل جوه جات له جلطه من وصل الميه، تقول لي فاتوره الكهرباء؟ اديني يا اخويا النحنوح الصغير. هو ايه النحنوح الصغير ده يا ست؟ وكمان يا اخويا مش عارف النحنوح الصغير؟ انا قصدي على الكعب. الكعب يا اخويا، احنا لسه 15 في الشهر، لما يعدي ال 15 يوم دول نبقى ندفع. لا احنا في شهر فبراير، يعني الشهر فيه 13 يوم. واتفضلي يا ست الكعب اهو. اخدت الست الكعب وقفلت في وش سمير الباب،
وساعتها سمير قال: يا سلام على حظي اللي ضرب في السما، ولا صاروخ السن العظيم، لما اقول للشقة اللي فوق يمكن دي اللي يكون فيها الحل. طلع فعلا سمير على الشقة اللي بعدها، خبط على الباب، وساعتها حد قال من جوه: مين؟ افتحي يا ست عفاف. فتح الباب، وساعتها سمير لقى اللي بيمسكه من قفاه وبيقول له: انت مين يا زفت انت؟ وتعرف مراتي منين؟ نهار ابوك اسود. لا حول ولا قوة الا بالله. الوصل يا استاذ، هو ده مش بيت الست عفاف فؤاد عزت؟ انا محصل الكهرباء. طب ما تنطقش اسمها على لسانك، وبعدين دي ست منتقبة، يعني المفروض ما تتكلمش عنها بالطريقة دي ولا تذكر اسمها اصلا. انا اسف يا سيدي، حاضر، انا ما كنتش اعرف ان الاستاذة منقبة. ساعتها جت عفاف وقالت بغضب: اسمها منتقبة، منقبة دي يعني مخرمة اللي تتخرم في لسانك. طب وليه الغلط ده بقى؟ ما انا اعتذرت اهو، وبعدين معلش يعني اصل انا كنت ساقط لغة عربية فما اعرفش الفرق بينهم. المهم يا ستي اديني وصل الكهرباء، وانا اسف ليكي، بقولك مش هقولك منتقبة خالص، انت مخمرة. انتوا كانوا بيوكلوك ايه، برسيم وتبن؟ اسمها مختمرة، يا اللي تتخمر في برميل ترشي ما تطلعش منه غير وانت زيتون مخلل. جريه يا استاذ، ما تلم حريمك كده وخليني اعرف اتكلم معاك وحصل وصل الكهرباء. طموح قوي حضرتك، فاكر ان بعد العك اللي انت عكيته ده هتحصل الكهرباء في ان انت تمشي بدل ما تحصل عمرك من هنا. لا حول ولا قوة الا بالله يا سيدي، ده انت واصلك حتى 300 جنيه يعني مبلغ صغير. سكلتك امك. وقفلوا في وش سمير ساعتها، وسمير كان قاعد على السلم وحاطط وشه بين ايديه. وساعتها نزل واحد عليه من الدور اللي فوقيه، واول لما شافه كده قال له: كمان الشحاتة بقت عيني عينك كده وقدام الشقق؟ ما تروحوا تشوفوا لكم شغلانة اشتغلوها بدل ما انتوا قاعدين على القهاوي والاخر تشحتوا هنا من البيوت. فض لسانك يا استاذ، انا محصل الكهرباء هنا وجاي عشان احصل الكهرباء. والله كلهم بيقولوا كده وفي الاخر بتطلعوا منيلين ب60 نيلة. يلا منكم لله. مشي الراجل، وساعتها سمير مسك الشنطة اللي معاه ورماها في الارض، وبعد لما هدي اخد بعضه ورجع على البيت. اول حاجة قالها لابوه: اعملوا حسابكم، مندوب مبيعات لمحصل زفت الكهرباء، انا مش هدخل بيوت ولا شقق تاني، خلاص كده جبرت. طب اهدى بس كده واحكي لي على اللي حصل. حكى سمير لابوه على كل اللي حصل، وساعتها عماد ضحك قوي وقال له: يخرب بيت عقلك يا سمير، ده انت واد شكلك نحس فعلا. لا لا لا، بلاش موضوع ان انت تروح شقق ده. طب ارتاح انت كده كام يوم في البيت، وانا هوصل الوصولات لعمك مرزوق تاني، وهو بقى يبقى يشوف حد غيرك. فعلا نزل عماد ادى المرزوق الوصولات اللي كان واخدها سمير، وبتمر الايام وفي يوم تعبت منال جدا. نزل ساعتها سمير وجاب لها دواء من الصيدليه، لكن ما اتحسنتش. طلب منه الصيدلي ان هو يقيس لها الضغط، واول لما وصل وقاس الصيدلي واللي كان اسمه الدكتور معاذ قال: الضغط عالي شويه يا جماعه، وبعدين هي محتاجه برضو تاخد حقنه دلوقتي عشان الحراره دي. تمام يا دكتور، انا معاك، انا هديها لها، انا بعرف ادي حقن. طيب بجد يا سمير؟ طب انت بتعرف تدي حقن ايه رأيك لو تشتغل معايا هنا في الصيدلية؟ معلم ودارس، واكيد هتفهم الكلام اللي في الروشتات ده وتصرف الدواء. وماله يا دكتور، يشتغل يا اخويا، ما يشتغلش ليه؟ طبعا دي كانت بالنسبة لسمير تدبيسة. سمير بعد اللي كان شافه كان اهون عليه انه يقعد في البيت ولا انه يشتغل شغلانة ملهاش لازمة تاني. اول لما روحوا كان زعلان من امه بسبب ان هي اتكلمت وما راعتش وجوده. وقتها منال قالت: انت كل مشكلتك ان انت ما تطلعش شقة. خلاص يا سيدي، انت هتفضل قاعد في الصيدلية والناس هي اللي هتجيلك. اظن الموضوع كده سهل وبسيط وخفيف. بس بقى ماما اسكتي، عشان انا بصراحه حسيت ان انتي بتورطيني. جريه منال، وانا باكل طقه زياده ولا ايه؟ ليه يا اخويا ما بتاكلش طقه زياده ولا حاجه، لكن انا مش عاجبني قعدتك كده. هي تجربه، نجحت نجحت، فشلت فشلت. عندك حق، انا خلاص بقيت حقل تجارب. تاني يوم نزل سمير للصيدليه وفضل اسبوع يتدرب، وبعد ما بقى تمام ابتدى انه يمسك الشفتات كده في الصيدليه. وكان في يوم في الشفت بتاعه في الوقت ده كان لوحده، دخل عليه واحد وقال له: بقول لك ايه يا استاذ، انا عايز فوار ورك الاسد. نعم، هو في حاجه اسمها كده اصلا؟ انت شكلك جعان يا عم. عموما في جنبنا محل حاتي حلو قوي. شكلك كده رجلك جابتك على الصيدليه بالغلط. لا، رجلي ما جابتنيش على الصيدليه غلط ولا حاجه، انا جاي وعايز فوار ورك الاسد، وانا ما فيش عندي الكلام ده. الراجل ضرب بعينه وقال لسمير: اهو ورك الاسد اهو. سمير اللي قال بغضب: يا فندم اسمه فوار يوريك اسيد. يا ساتر يا رب، ورك اسد ايه بس وزفت ايه؟ معلش بقى، ما انت عارف اسماء الادويه دي تحسها كده عامله زي الطلاسم، ومش سهل يعني ان انا احفظها. وبعدين هو فين الدكتور معاذ؟ كان بيريحني، اول لما باجي اقول له على اللي انا عاوزه بيجيبولي على طول. طب يا سيدي حاجه تانية؟ يا سيدي، انا عايز قطاف الملوخيه.
يختي، وده ايه ده كمان؟ يا استاذ الدواء بتاع الاطفال بتاع السخونية ده. انا مش عارف الدكتور معاذ سايبك هنا وانت ما انتش عارف حاجة ازاي؟ حقك عليا يا سيدي، انا اللي غلطان، انا اللي ما بفهمش فعلا، مش فاهم ومش عارف اي حاجة قريبة ليه. هو دواء اطفال كده لونه ابيض وطعمه طعم الفراولة. انت بتشرب دواء العيال الصغيرة؟ وبعدين ازاي لونه ابيض وطعمه بالفراولة؟ معلش اصل هو طالع بدورين. دور لي بقى عليه عشان الواد سخن في البيت. لا حول ولا قوة الا بالله. طب استنى هتصل بالدكتور معاذ. اتصل سمير بالدكتور معاذ، واول لما فتح الخط قال له: خير يا سمير، في ايه؟ ما انت عارف ان انا بتغدى دلوقتي. معلش يا دكتور، اصل في واحد جاي وعاوز حاجة اسمها قطاف الملوخية. اقول له مفيش حاجة اسمها كده، يقول لي لا انت ما بتفهمش والدكتور معاذ عارفه. قصده على كتفلاي للسخنية. نعم، كتفلاي للسخنية بقى اسمها الملوخية. طيب تمام، ولسه ياما هشوف. معلش مشي الراجل ده بس، وانا هبقى اجي واقعد معاك قاعدة كده واقول لك على اسماء الادوية اللي الناس ما بتعرفش تنطقها ويعني بتقولها بالشبه. حاضر يا دكتور، مستني حضرتك. مشى الراجل وقعد سمير وهو بيتحسر على حاله. بعد شوية دخلت واحدة ست عليه وهي وشها وارم ودماغها فيها فتح صغير كده، وبتقول بعياط: الله يكرمك يا اخويا، لافيني كيس قطن وربطتين شاش ولزق وميكروكروم. حاضر تمام، بس اقعدي هنا. ربنا ينتقم منك يا سمير يا ابن منال. اشوف فيك يوم من اوله لاخره، اشوف فيك سنة كبيسة يا بعيد، زي اللي بتيجي كل 360 سنة مرة دي. لا حول ولا قوة الا بالله. وانا كلمتك يا ستي بتدعي عليا ليه؟ وانا كلمتك يا راجل انت؟ انا بدعي على جوزي اللي ايده تتشل. شايف عمل فيا ايه؟ كل ده عشان بقوله مصروف البيت مش مكفي. يا محاسن الصدف، جوزك اسمه سمير ابن منال. الله اكبر، اشجيني. يا ركبي، يا دماغي. الراجل يا اخويا اول لما قلت له الكلمتين دول تقولش كانت ايده بتاكله، مسكني وعينك ما تشوف الا النور. يا ستي وانا مالي بالكلام ده، خدي حاجتك وادفعي حسابك ومشي. يا اخويا هو انت ما فيش في وشك 3 نقط دم؟ حساب ايه؟ بقول لك خارجه من البيت وانا جوزي ضاربني عشان مصروف البيت، وانت تقول لي فلوس الحاجه؟ امال يعني حضرتك هتاخدي الحاجه كده على اساس ايه؟ يا اخويا بالاجل بالاجل يا اخويا، هنا في الصيدليه الدكتور معاذ بيقسط لنا، وبعدين انا زبون دايم مستديم هنا، كل اول شهر ليا زياره عندكم، بس دي علشان انت جديد مش متعود على وشي، واول لما بتخف الجروح اللي في وشي دي بتلاقيني باجي على طول بدفع الحساب. ما شاء الله ما شاء الله. وانت جوزك بقى في كل اول شهر بيعمل لك كده التاتو الرائع ده؟ ايوه يا اخويا، نقول ايه بس، بخت الرمايم قايم وبخت الحلوين نايم. القصد يلا اكتب بقى الحاجه ديت عليا، ولا اقولك اكتبهم على سمير ابن منال؟ حاضر. قولي لي يا ستي اسم حماكي ايه؟ مفيش حاجه اسمها سمير ابن منال. طيب يا اخويا ما تزقش، وبعدين يا اخويا خلي في وشك نقط دم، وتعالى اربط لي راسي وحط لي شاش وقطن على الكدمات دي. هو انت قلت لي وانا قلت لك لا؟ استني بس لما اسجل الاجل اللي بتقولي عليه ده وبعدها اربط لك راسك. مسك سمير الست راسها وابتدى يربط فيها، وساعتها دخل راجل وقال بغضب: مين ده يا وليه؟ بتخونيني؟ يا زباله، وانا اللي قلت انزل اطمن عليكي؟ طب كنت استنضفي. هدي من روحك بس يا استاذ سمير، انا بقى كمان ما عرفاه اسمي؟ ده انت ليلتك شبه كل الصباع. يا اخويا ده الراجل اللي بيشتغل في الصيدليه لسه جاي جديد، انت دايما كده ظالمني. وعارف اسمي منين يا وليه؟ دخل على جوجل ولا شاف البطاقه؟ ها؟ هو ايه اللي ها؟ ما انت هتفضلي تقولي له ها لحد ما يعملني سيخ شاورما. الحكايه وما فيها يا استاذ سمير ان هي اول لما دخلت وهي عماله تدعي عليك باسم امك، ده اللي خلاني ان انا ابقى عارف اسمك. قدامي يا وليه ام لسان طويل، ما هو لسانك ده اللي وداكي في 60 داهيه. لا يا اخويا ده راجل كذاب، انت تصدق ان انا اقول عليك كده برضه؟ ده انت حبيبي وروحي، ده انت النور اللي منور حياتي. هو انت في منك اتنين يا اخويا؟ ده انا يا بختي بيك بقى كده تكذب مهاميه وحبيبتك وتصدق الراجل ده. عندك حق يا قلبي، انا برضه ما ينفعش اصدق اللي عايزين يوقعوا ما بيننا دول. يا سلام يا اذكى اخواتك، وانا عاوزه اوقع ما بينكوا ليه وانت صدقتها؟ طب خلاص يلا خد مراتك وامشي من هنا. جرى يا اخويا بالراحه على نفسك لا يطقلك عرق. امشي يا اختي، يلا خدي جوزك وامشوا من هنا، ويلا خلاص انا قيدت الحساب. مشي هما الاتنين وهما زي ما بيقولوا كده سمنه على العسل، ولا كانها مضروبه ولا كان كان فيها اي حاجه خالص. بعد شويه دخل عليه عيل صغير وبيقوله: عمو وماما بتسلم عليك وبتقولك هتلاقي الدواء اللي بتاخده كل يوم التلات. والله ما يمشيش معاه الدواء اللي بتاخده يوم السبت. ايه بقى الدواء اللي بتاخده يوم التلات ده ان شاء الله؟ التلاتاوي؟ لا يا عمو معاذ عارف الدواء بتاع ماما اللي بتاخده يوم التلات. امشي يلا من هنا يلا، وابعت امك تاخد الدواء بتاع يوم التلات بتاعها ده. مشى الولا وهو بيدبدب في الارض وبيقول:
والله لا بعت لك حمق اخويا يضربك. مشى العيل الصغير. بعد شويه جه واحد كده شكله اكبر منه واللي هو حمق. ساعتها قال: في يا استاذ ما بتديش للواد ليه الدواء بتاع يوم التلات؟ لا حول ولا قوه الا بالله، يا مثبت العقل والدين يا رب. هو عيل صغير وبنقول ماشي، انت فاهم، واكبر منه. في حاجه اسمها كده؟ في. امي كل يوم تلات بتاكل اكله الحبايب، وهي بقى متعوده ان بعد الاكله دي بيجي لها حموضه. ان هي بتاكل كل يوم تلات، فهي بيجي لها الحموضه كل يوم تلات. فالدكتور معاذ عارف ان هي بتاخد دواء الحموضه يوم التلات. لا يا سيدي والله انا معرفش ايه الاكله المجهوله اكله الحبايب دي. ليه، هو انت مش من هنا ولا ايه؟ اكله الحبايب دي بتبقى فسيخ ورنجه وسردين وملوحه وكده يعني. بس دي غلط جدا، وكل اسبوع امك بتاكلها؟ دي محتاجه عبور زلط يفرمها مش معده. المهم انت مش عارف اسم الدواء ايه؟ لا بس انا عارف شكله. ساعتها سمير جاب قدامه مجموعه ادويه، وقتها حموقه شاور على الدواء اللي بتاخده امه وقال: هو ده الدواء، يلا بقى هاته. اداله سمير الدواء وحاسبه. وبعد شويه جه الدكتور معاذ ولقى سمير مخنوق قوي. قرب منه وقال له: واضح كده ان اول يوم عندنا ما عجبكش خالص يا سمير. بصراحه دكتور الدكاتره دول الله يكون في عونهم باللي بتشوفه ده. انا بقى تجيلي الناس تطلب حاجات غريبه. عموما انا هكمل بس الشهر مع حضرتك وبعدها همشي على طول. انا مش حمل الحاجات دي. تمام يا سمير زي ما تحب، لكن والله انا كنت حابب انك تكمل معانا. بس هنقول ايه، كل شيء اسمه ونصيب. وعموما انا اتمنى لك التوفيق في اللي احسن من كده. فعلا سمير خلص الشهر بتاعه، بعدها قعد في البيت وقرر بقى انه مش هيشتغل تاني، لان اللي شافه كان كتير ومحدش يستحمله. وبعد حوالي 4 شهور رن تليفونه برقم حازم، والاول لما فتح قال له: ايه يا عم حازم، الشغل واخدك قوي كده وما بتسالش خالص؟ فعلا يا سمير، عشان كده انا عايز اقعد معاك قاعده واتكلم معاك كلام مهم قوي. في ايه يا حازم، انت بتتكلم كده ليه؟ هو حصل حاجه ولا انت سبت الحاج مصطفى ولا ايه؟ يا ابني اهدى كده بس على رزقك، وخليني بس اقابلك على القهوه اللي تحت بيتكو وهقولك على كل حاجه. وفعلا اتقابل حازم هو وسمير وقعدوا على القهوه. وساعتها حازم قال له: بص بقى، انا عندي فكره مشروع كده، بس انا واثق ومتاكد ان هي هتعجبك. ايه هو المشروع ده يا حازم؟ انا اقول لك يا سيدي، المشروع ده عباره عن محل كده صغير هنأجره، وهناخد من الحاج مصطفى بضاعه نملى بيها المحل ونبيع بأسعار كويسة. ساعتها البضاعة دي هتتسحب وهنطلع مكسبنا، ولما ربنا يكرمنا عاوزين نفضل سوا تمام، عايز تنفصل تمام مفيش مشكلة. ايه رأيك في الفكرة دي؟ ايوه يا حازم، بس هنجيب الفلوس اللي هنأجر بيها المحل دي منين؟ وكمان فلوس البضاعة الكتير اللي الحاج مصطفى مش بيطلع بضاعة بالآجل خالص. لا ما انا بقولك ايه، صحصح معايا كده. الحاج مصطفى كده كده بيثق فيا، وهيديني كل البضاعة اللي انا اطلبها منه، ووقت لما اسدد هسدد. ما هي كده كده هي مرمية في المخازن. بالعكس انا هشغل له الشغل النايم، وانت بقى مهمتك المحل كده، محل يكون في مكان كويس ورجل رايحة جاية عليه، وانت اللي هتقف فيه. يا سلام، ولما انا اقف فيه انت هتعمل ايه؟ هتيجي تاخد الايراد وخلاص؟ لا يا سيدي، انا هبقى واخد شوية من البضاعة واسوقها في مكان تاني. البضاعة اللي هتبقى مش عليها سحب قوي. انا ليا طريقتي، انا شغال مندوب مبيعات بقالي اكتر من 5 سنين، يعني افهم كل بضاعة تتصرف فين وازاي. بس انت اهم حاجة تخليك في المحل. ايه رأيك؟ مشروع مضمون 100%، ومش هنحتاج غير 10,000 جنيه نوضب بيهم المحل. والله فكرة كويسة، و10,000 جنيه ايه يعني؟ لما انا 5 وانت 5 مش كتير برضو. طيب سيبني كده، انا هلف على محل يكون في مكان كويس وربنا ييسر الامور. فعلا ابتدى سمير يدور على المحل، واول لما لقاه وضبوه بأقل من كده بكتير. وده لان المحل كان جديد، والراجل اللي كان قبلهم كان مشطبه، وكان مشطبه كويس قوي. اتفقوا على ايجار مناسب، وابتدى سمير انه يقف في المحل. والمفاجأة ان ربنا كرمه اخر كرم. وبعد حوالي 6 شهور كان قاعد هو وحازم في المحل. وساعتها حازم قلبه فرحة: يا ما شاء الله يا ما شاء الله، انت عارف ان احنا كده خلصنا كل فلوس الحاج مصطفى، ودلوقتي كل البضاعة دي بقت بتاعتنا لوحدنا، انا نص وانت نص. بجد يا حازم دلوقتي المحل كله بقى بتاعنا وانت، ومفيش حد له عندنا ولا جنيه. اه والله، وزي ما انت شايف المحل مليان بضاعة، واضح ان احنا ربنا كان راضي عننا قوي. الحمد لله يا حازم، انا يا اخي كنت استويت مندوب مبيعات وصبي محصل كهرباء واقف في صيدلية، بجد كانت حاجة اخر بهدلة. لكن الحمد لله، فعلا طريق النجاح كله اشواك. خلاص بقى احنا عاوزين نبتدي من اول كل شهر كده، طالما ربنا كرمنا نطلع 10% من مكسبنا لله. ايه رأيك في الفكرة دي؟ فكرة كويسة جدا، انا معاك فيها طبعا. الصدقة دي بتبقى حلوة قوي، وكمان ربنا بسببها بيفتح ابواب كتيرة قوي مقفولة. انا مبسوط قوي يا سمير ان احنا دماغنا واحدة. وبصراحة انا ليا اصحاب كتير قوي، لكن مش عارف ليه لما فكرت في المشروع ده
انت اول واحد جيت في بالي. فعلا كل واحد في الدنيا دي بيدور على اللي شبهه. ربنا يديم المعروف يا حازم. وتاجر سمير هو حازم، وابتدت تجارتهم تكبر وتكبر، وبقوا مش ملاحقين على الطلبات ولا على الشغل، وربنا كرمهم اخر كرم. وطبعا سمير كان ساعتها مبسوط قوي، وكل ما يفتكر اللي حصل له في السنة ونص اللي بعد ما اتخرج يفضل يستغرب من حكمة ربنا اللي كان عايز يوصلها له، ان طريقك لسه ما جاش، وعافر في الدنيا يا ابن ادم لحد لما تلاقي الطريق الصحيح. خلصت حكايتنا اللي يا رب تكونوا بجد استمتعتوا بيها وضحكتوا من قلبكم، لان برضو لازم نكون طلعنا واستفدنا في حكمة، وهي ان اليأس ده سبب من اسباب الفشل. عايز تنجح لازم تعافر، ولازم تقع وتقوم وتقع وتقوم، زي ما بيقولوا كده تعافر علشان تتبني وانت قوي. يا ريت بقى بلاش اي حد يسيطر عليه اليأس. ويا رب تكون القصة عجبتكم، ونشوفكم في قصة جديدة. ويا ريت ما تنسوش تحطوا لنا لايك للقصة وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على زر الكل علشان يوصلكوا كل جديد. اشكركم جدا واشوفكم في قصة جديدة، والسلام عليكم.